السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عامل لكم فتة دجاج. فتة دجاج كتير سهلة وبسيطة، وأنا سلقت الدجاج مشان الفيديو ما يطول. طبعا الدجاج بصير فخاد، بصير صدور اللي بدكم إياه. أنا عملته فخاد ليكون، وفتيتهم كمان مشان الوقت. عندي هون خبز محمص شايفينه، هدول طبعا أنا حمصته بزيت زيتون وبالفرن بيطلع لنا كوفي. على تقليه كمان بصير. وعندي هون نص كيلو لبن، وعندي طحينة بجوز ما نستخدمهم كلهم، وعندي حامضة عصرتها، وعندي توم. هلا راح نحط التوم. طبعا التومات ما كلهم، انا مخلي شوي بدي احطهم على الوجه. هدول التوم بكفي. هنحط الحامض. طبعا حطيت الحامض قبل الطحين قبل، كله عادي. هلا طبعا انا حطيت زيت زيتون هون، وهلا راح احط معاهم توم مشان الطشه مثل ما بقولوا. طبعا البدوة سميك، يا بتحط مي عادية يا بتحط من نفس مية الدجاج بتحط معاها. هاي البدوة صار جاهز، وانا هون حطيت نص كمية الدجاج وهنخلطهم مع بعض. طبعا فيكم تحطوا الدجاج كله على الوجه، فيكم تحطوه، بس انا حبيت انه احط نص بنص. هلا رح نحركهم ونحط شوية عشان نحركهم معاها. بعدين الباقي بنحطهم على الوجه. طبعا ماكو شايفين، ها رح نحركهم مظبوط. هلا رح نحط البدوة على الوجه كلياتهم، ها بهي الطريقة. نفردون هيك بهالطريقة هيك. حطينا هاي وهلا نحط الدجاج. حطينا هلا المكسرات. طبعا بتصير هي من دون مكسرات، بس من المكسرات اكيد تطلع اطيب. هلا اسمعوا الطشة شلون، ها بسم الله. هي التقلاي صارت هلا فتي جاهزة. طبعا في عالم بتحط توم بضرب، بس انا كثير بحب التوم معاها، كثير بتطلع مع الفتات، وبنصحكم تجربوها. بتصير من دون سمنة او زيت زيتون. هلا صارت فتي جاهزة، صحتين وهنا. اذا عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشاركوا بقناتنا، واعملوا شير بين اصدقائكم عشان نشوفوا انه فتة الدجاج كتير سهلة وبسيطة. اهلا وسهلا.